السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الأساور الجلاش أو البقلاوة الأساور، حاجة كده فخمة وشيك جدا. زي ما احنا شايفين كده الجمال والحلاوة دي كلها هنعملها في البيت وبشكل احترافي. يعني كل اللي هيشوفها عندك مش هيصدق ان انت عاملاها في البيت، هيفكر ان انت جايباها من أحسن وأفخم محل حلواني. هنعملها بطريقة بسيطة جدا وبمجهود قليل جدا، وكمان هنعرف أسرارها وتركاتها اللي هيطلعها لك مظبوطة زي ما احنا شايفينها بالظبط كده. وكمان سر التسوية واللون الذهبي الجميل ده. خليكي معايا بس لآخر الفيديو وشوفي معايا كل التفاصيل. هنسمي الله ونصلي على رسول، وهننزل في الحلة اللي معانا بكوبايتين من السكر، وعليهم كوباية ونص من المية، وهننزل عليهم بعصير نص ليمونة. هنقلب بقى الخليط اللي معانا ده كويس جدا جدا، ونخلي بالنا واحنا بنقلب وبندوب السكر ما نخليش السكر يطلع على الجوانب عشان ما يكرملش الشربات بتاعنا. وهنطلع على طول على النار وهنغليهم لمدة 10 دقايق، وفي آخر دقيقة هننزل بباكت من الفانيليا. ونبدأ بقى نحضر الجلاش بتاعنا. هنجيب لفة من الجلاش حوالي نص كيلو، والجلاش لازم يكون طازة أو فريش. هنفردها زي ما احنا شايفين كده وهنقسمها بالنص بالظبط، يا إما تقيسي بالمسطرة أو بالنظر كده زي أنا ما عملت، بس تحاولي يكون الجنبين بالظبط نفس المقاس. وهنحطهم بقى على فوطة نظيفة، ولازم نقفلهم كويس بحيث انه ما يتعرضش للهواء عشان ما ينشفش منك، لان كل ما كان الجلاش بتاعك طازة وطري وفريش كل ما النتيجة بتاعتك هتبقى أفضل. هجيب بقى الصينية بتاعتي اللي أنا هرص فيها وحدات الأساور، وهبطنها بقى كويس جدا زي ما احنا شايفين بكمية من السمن، وهركنها بقى كده على جنب، وهبدأ أشتغل في الجلاش اللي معايا. هكون بقى محضرة حوالي كوباية من السمن أو السمنة على زيت. عايزة تخلطي سمنة على زيت دي حاجة ترجعلك، بس يا ريت السمنة أو الزيت يكون نوع نضيف عشان ما يأثرش على طعم الجلاش بتاعنا، ويطلع طعمه كويس جدا. وفي هنا تركة مهمة جدا يا حبايب قلبي، لازم أكون مسيحة السمن كويس، مش مسخناها، إنما تكون دايبة زي ما احنا شايفين كده، عشان ورقة الجلاش ما تاخدش معايا كمية كبيرة من المادة الدهنية. وهاملة كده الورقة بتاعتي من المادة الدهنية زي ما احنا شايفين كده، وهتنيها على 2، النص بالنص بالظبط. وهدهن برضو على الوش، وهجيب أي عصاية عندي أو أي شاليمو أو أي عصاية خلة تكون تخينة أو سميكة شوية، وهبرم كده ورقة الجلاش أو هلفها، وهسيب كده مساحة حوالي سنتي ونص كده، وهبدأ أكشكش كده من فوق، ما سيبش ولا منطقة مش متكشكشة. وهلف كده على جوه، وهخلي القطعة اللي أنا سايباها السنتي ونص دولت لجوه المنطقة اللي أنا مكشكشاها، وهي دي هتبقى منطقة الحشو بتاعتي جوه الأسورة. وعشان تطلع الأساور بتاعتي مقرمشة وخفيفة كده وناعمة كده وبتدوب في البق، في تريكات هنقولها مع بعض جوه الفيديو، ركزوا فيها كويس عشان تنجح معاكي. لازم توزعي كويس جدا المادة الدهنية، مش بكترتها، بتوزيعها كويس وتوريقك لقطعة الجلاش اللي معاكي. تاني حاجة معاكي كمان وانتي بتكشكشي قطعة الجلاش، مش عايزاكي تضغطي كويس جدا من فوق، علشان توريقات الجلاش يبقى فيها كده كمية من الهواء تخليها تورق معاكي وتبقى مفرغة ساعة السوا. كمان معاكي وانتي بتلفي الاسوره انا عايزاكي تضغطي على المنطقه اللي جوه، اللي احنا سايبينها كده بره في الفراغ من بره الكشكشه، عشان هي دي اللي هيبقى فيها كميه الحشو اللي احنا هننزل بيها بعد التشكيل. تخلي بالك برضو يا ست البنات وانتي بتورقي، لازم كمية السمنة اللي معاكي لو بردت أو حسيتي إن السمنة اللي معاكي جمدت، على طول تدفيها أو تخليها دافية شوية، زي كده إيه درجة حرارة الجسم. ما تخليش السمنة معاكي تجمد، لأن كل ما كانت تجمد معاكي هتاخد معاكي كمية كبيرة جدا. يعني لو احنا استخدمنا في الكمية اللي معانا دي كوباية إلا ربع أو كوباية، لا ده انت هتعدي كمان، ممكن تدخل معاكي في كوباية وربع من المادة الدهنية، عشان كده ممكن تهدر معاكي كمية سمنة أو زيت كتير. الفرشة كمان اللي بتستخدميها في التوريق قبل ما تنزلي بيها على قطعة الجلاش بتاعتك، نفضيها كويس جدا في السمن، ما تاخديش فيها كمية كبيرة جدا عشان ما تستهلكيش كمية كبيرة من المادة الدهنية. حاجة كمان يا بنات، طبعا الحلويات الشرقية ما ينفعش نستعمل فيها زيت بس، هتبقى طبعا الطعم مش أحسن حاجة. لازم نخلط سمنة على زيت، أو طبعا أفضل حاجة ونمرة واحد إن احنا نستعمل سمن بس، وطبعا الأفضل ثم الأفضل إن احنا نستعمل سمن بلدي. وزي ما احنا شايفين خلصنا الكمية كلها
كلها ورصيناها في الصينية، ولو نلاحظ بعد ما خلصنا كل الكمية اللي معانا هنلاقي كل قطعة كده تماسكت كده بعد السمنة ما جمدت فيها. شايفين ما شاء الله الشكل تحفة جدا ورائع، ولا كأن واحد محترف حلواني هو اللي عاملها. نيجي بقى يا بنات للحشوة بتاعتنا. طبعا الحشوة المتاح عندك احشي بيه أي نوع مكسرات عندك، سواء بندق أو لوز أو سوداني، وممكن تعملي خليط من كل الميكس ده وتحطي عليه كمان جوز هند، هيبقى تحفة جدا. بس خلي بالك ما ينفعش تحطي زبيب، لأن الزبيب أول ما يدخل في الحرارة ممكن يتحرق منك وهيغير طعم الجلاش بتاعك. كل اسوره من دول هتاخد حوالي نص معلقه من السوداني. انا هنا السوداني عملته مجروش، يعني ما طحنتوش ناعم. المجروش طبعا هيبان في الطعم جدا مع اساور الجلاش اللي انت عاملاها. وطبعا هتجيبي السوداني سواء ني او متحمص زي ما انت عايزه، بس لو جايباه متحمص يا ريت التحميصه بتاعته ما تكونش غامقه، لانه لسه هياخد درجه سوا جوه الفرن. فعشان ما يغمقش منك جامد وطعمه يمرر لازم تجيبيه فاتح شويه عن درجه السوا المعتاده. نيجي بقى يا بنات للسوا، وده اللي هيوصلنا للقرمشه المطلوبه. أنا عندي لازم أكون عاملة الفرن مش على درجة حرارة وسط، أنا عايزاه أقرب للهادي، لأن احنا عارفين طبعا الجلاش بيستوي بسرعة جدا وممكن يتلسع منك ويتحرق. أنا عايزاه يكون مقرب على الهادي، مش درجة الحرارة الهادية، لأ الأقل من الوسط على طول. وطبعا كلنا عارفين درجة حرارة فرننا وإزاي نظبط درجة الحرارة على الأقرب من الهادي أو الأقل من الوسط. وهننزل على طول عليه وهو سخن طالع من الفرن زي ما احنا شايفين كده بالشربات او السيرم، وواحده واحده كده، وننزل خاصه على كميه السوداني اللي جوه قلب الاسوره، لان احنا لما ننزل عليها هنثبت السوداني جوه الوحدايه ومش هتتفرفط معانا ساعة الأكل. وعشان يطلع معاكي مقرمش وبيدوب في البق زي ما احنا متعودين على الجلاش، على طول تنزلي عليه بالسيرب، يكون بارد أو يكون ساقع عشان يوصل معاكي لدرجة الطعم المطلوبة. شايفين ما شاء الله اللمعة واللون ودرجة السوى، وهي دي الدرجة المطلوبة بالظبط في تسوية الجلاش بتاعنا، سواء كان من الوش أو من الظهر. هنلاقي ما شاء الله إن الظهر تسويته زي الوش بالظبط، وده لأني ظبطت درجة الحرارة زي ما قلنا بالظبط في الأول، إن درجة الحرارة أقل من الوسط، لأن انت لو علتيها أعلى من كده هتغمق لك الجلاش جدا وهيبقى لونه أقرب للبني. ده غير كمان إن بدرجة السوا دي هتطلعهولك مقرمش جدا من جوه ومفرغ زي ما احنا شايفين بنفس الشكل ده كده. ما شاء الله عليه تحفة جدا، ولا الجاهز ولا تسوية أحسن محل حلواني. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، وعملنا أساور الجلاش أو بقلاوة الأساور بطريقة احترافية جدا وبطريقة سهلة جدا. وفعلا أكيد كلنا ما كناش مصدقين إن الطريقة دي بتطلع الشكل الحلو ده بطريقة سهلة وممكن تعمليها في أي وقت. اعتمديها لرمضان وإن شاء الله هتبقى من أطباقك الرئيسية جنب الكنافة والقطايف والبقلاوة. حقيقي هايلة جدا ومش هتبطلي تعمليها وهتعجب أولادك جدا جدا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى الطريقة تكون سهلة عليكم، وأتمنى إن انتوا تنفذوها. واللي عجبه الفيديو ينزل يعمل لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد من وصفات القناة. وتشيروا الفيديو كل أصحابكم وحبايبكم. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.